رئاسه نادي عمال طنطا. اهلا وسهلا بيك والف مليون مبروك والله يبارك فيك. عشان نعرف عدد الاصوات اللي حضرتك خدتها والمنافسين خدتها وعدد الاصوات السريعه اللي لم يتم الاعلان عنها. والله هو عدد الاصوات طبعا يعني يعتبر متقاربه، يعني كان في شفافيه في الانتخابات وما كانش فيه فروق كبيره يعني في الاصوات يعني. طموح حضرتك ايه مع نادي عمال طنطا، وايه الفكر اللي حضرتك ان شاء الله ناوي تقدمه لنادي عمال طنطا والرياضه عموما؟ ان شاء الله ربنا يقدرنا، هنشوف كل ما هو محتاجه النادي وهنكون طبعا في ظهر النادي باذن الله تعالى. وان احنا يعني نزود عدد الرياضات اللي موجوده ويبقى في مكان ان شاء الله افضل للتدريبات وللكلام ده كله. لو امكن تجهيز برضو وتوفير مكان للاجتماعي برضو فيه يبقى لاعضاء النادي، وان شاء الله يبقى في قرارات كتيره حلوه ان شاء الله هترضيكم ان شاء الله باذن الله. نادي عمال طنطا معروف ان هو نادي رياضي شويه وفي فرق الكوره وبتلعب في دوري المناطق، دوري الدرجه الرابعه. الفكره حضرتك مع الفرقه ايه ويعني وصعود الفرقه للدرجه الثالثه؟ والله انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع دلوقتي ده لان انا ما كنتش متابع الامور اللي فاتت، لكن اكيد هنجتمع طبعا مع الفرق اللي هي النهارده في بطولات بتحقق بطولات وهنشوف ايه اللي عندها، المشاكل اللي عندها ايه، وربنا يقدرنا ان احنا نذلل المشاكل ديت بحيث ان احنا نبقى دايما في التقدم ان شاء الله يعني. من حضرتك لم يوفقكم التوفيق النهارده؟ دول اخواتي وانا اتشرفت بيهم وهم كده كده على المستوى الشخصي اخواتي، وبرضه لازم هيكونوا معانا باذنك يا رب بارائهم وبتوجيهاتهم، لان النادي مش حكر على حد، واهم حاجه ان شاء رب العالمين ان هم يكونوا معانا قلبا وقالبا. كل من هو هيدي فكره لانجاح النادي احنا هنقبل بيها، واي حد هيبقى مش حابب انجاح النادي هنقول له معلش ادينا فرصه نخلي النادي قدام، مش عشان خاطر يعني خاطرنا احنا شخصيا، عشان خاطر الحاج عبد المنعم الشرقاوي رحمه الله عليه مؤسس نادي عمال طنطا. بشكر حضرتك وبالتوفيق. شكرا جزيلا، ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا.